ولو في حياتي علاقات ما فيهاش أمان عاطفي لازم أحجمها، لازم ما أخليش مساحتها كبيرة، لأن كل لحظة أنا ببقى فيها حاسس إن أنا مش قادر أبقى نفسي، حاسس إن أنا ما ينفعش أبقى نفسي، في حاجة فيا بتطفي. فمن حقي إن ده يبقى موجود على الأقل في جزء كبير في حياتي. ممكن ما يبقاش موجود بشكل كامل في الشغل مثلا، مش كل الناس عندها فرصة أو رفاهية إن هي تقدر إنها تحقق طموحاتها أو تدخل الدخل اللي هي عايزاه من شغل قادرة فيه تبقى نفسها 100% ومتماشي مع طبيعتها وشخصيتها وكل الحاجات دي. أحيانا كتير ده ما بيبقاش متاح لينا، مفيش مشكلة، بس على الأقل في بقية حياتي، على الأقل وأنا في بيتي وأنا مع أصحابي وأنا مع مراتي أو مع جوزي وأنا مع الناس القريبين في حياتي، أبقى عندي ده. ممكن يكون بدرجات متفاوتة بس بدرجات معقولة، وكل ما كانت الدرجة في العلاقة قليلة كل ما أحجم العلاقة دي، أقلل مساحتها في حياتي، أقلل الوقت اللي بقضيه مع الشخص ده، علشان ما لاقيش نفسي بطفي وفقدت البريق بتاعي. وانا يعني نادرا لما بخص رجاله وستات بحاجه، بعتبر انه البني ادمين بني ادمين، واغلب الحاجات اللي انا بتكلم فيها بتنطبق على الاتنين. بس الحقيقه ان انا عمري ما سمعت ست قالت على راجل ان هو فقد البريق بتاعه او ان دي المشكله في حياتهم او في علاقتهم، بس سمعتها كتير من رجاله. فياريت اي راجل حاسس انه مراته فقدت البريق بتاعها يسأل نفسه قد ايه المساحه اللي عندها إنها تبقى نفسها في الحياة دي، في العلاقة دي معاه، في بيتهم، في حياتهم بشكل عام. وهل عندها مساحة زي دي أصلا ولا ما عندهاش خالص؟